الشتا بيحب الدفا، فلو عاوزة حاجة تديكي طاقة وعافية يبقى البطاطا هي رقم واحد في مصادر الطاقة. وفي الفيديو ده هقولك على طريقة سهلة وجديدة تعملي بيها البطاطا المشوية بالعسل الأسود والقرفة. هتطلع معاكي معسلة ومكرملة ودايبة زي الزبدة وأحلى كمان من بتاعة العربيات. وهعملها في الاير فراير وفي الفرن علشان تعرفوا الفرق ومين احسن. زي ما انت عارفه البطاطا بتزرع تحت الارض، يعني بتحتاج تنظيف كويس جدا، فهتجيبي فرشه وتنضفيها حلو على قد ما تقدري. بعد كده هتجيبي نص كوبايه سكر وعليهم معلقتين قرفه مطحونين. لو عاوزه تزودي القرفه او تشيليها براحتك، بس هي بصراحه بتعمل ريحه حلوه. ونجيب بعد كده البطاطا بالسكينه بقى نقسمها بالطول. كل البطاطا اللي عندك قسميها بالطول. بالنسبه للقرفه والسكر ممكن نحط عليها شويه زبده سايحه او شويه ميه علشان يكون قوامها ماسك في بعضه زي العجينه. افتحي الاير فراير وحطي تحت الشبكه شويه ميه وقرفه، يعني ربع كوبايه ميه وشويه قرفه. وبعد كده تفرشي بقى، تحطي القرفه الاول، حطي قرفه بسيطه كده عشان الريحه تفج كده في البيت وتبقى حلوه. وبعد كده بنفرشه بورق الومنيوم، نغلفه وبعد كده نحط عليه ورق زبده عشان الالومنيوم بيبقى خطر يا جماعه لما بيكون لامس البطاطا. ابدأي بقى وزعي عجينه القرفه والسكر، حطيها على ورق الزبده بطريقه بالطول، وحطي كوز البطاطا على وشه كده، يعني كده وبعد كده نبدأ بقى ايه ندهن ظهره بالعسل الاسود. العسل الاسود ده بقى هيديه بقى لمعة وريحة حلوة، وبصراحة هيعجبكم جدا. وبكده نضمن ان البطاطا تطلع معسلة، وخصوصا ان اغلب البطاطا اللي في السوق للاسف مسخة. ولسه كمان يا جماعة لما الحرارة تشتغل بيبدأ بقى السكر يتكرمل مع القرفة، ويا خرابي يا خرابي على الريحة بتطلع بتجنن. نفس الخطوات دي بنعملها لو هندخل الفرن، يعني كل الخلطه دي كلها تبقى في صينيه كده حلوه، ونعمل نفس الخطوات دي بالظبط، ونقفل بالالومنيوم والورق الزبده وندخلها على حراره 180 في الفرن. بتستوي بعد ساعه، وانا للاسف كنت فاكره ان الاير فراير هيكون اقل من كده، لكن الحقيقه الفرق مش كبير لانها استوت هنا بعد 45 دقيقه. المهم بعد ما بنخلص بنغطي بورق زبده، وبنقفل كويس ورق الالومنيوم، يعني نغطي نغلفه بطريقه كويسه. وبعد كده بنظبط هنا على 180. وانا كنت ظبطت الحراره الوقت على نص ساعه، كنت فاكراها هتستوي في نص ساعه. بس للاسف بقى لما فتحت اتصدمت بعد ما طلعتها لقيتها يا دوب يا دوب نص سوا. فقلت ايه انا كده يمكن انا منعت الحراره لما غطيتها بورق الزبده. طب اعمل ايه؟ شلت ورق الزبده، لان المفروض الاير فراير كله هوا، كله مراوح هوا، مش محتاج اصلا التغليف ده كله. الطريقه دي تنفع اكتر مع الفران، بتدخلوها في صينيه في فرن. فشلت ورق الزبده وايه قلبتها كمان على وشها. بصوا شكلها ريحتها بصراحه فظيعه، هتعجبكم جدا وهتدعوا لي لما تعملوها. نقلبها بقى على وشها لو انت هتستخدمه، لكن في الفرن ما بنقلبش، هي بتدخل ساعة وتطلع بعد ساعة مستوية. دخلتها تاني على حرارة 200، زودت الحرارة وعملت الوقت الجديد ربع ساعة، والحمد لله طلعت المرة دي ايه تحفة. وكنت حاطة ايدي على قلبي بس الحمد لله. شايفين الجمال والحلاوة؟ بالهنا والشفا عليكم. مم. مم. تحفة وتجنن.